السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم اللي زاد بشكل كبير في الأسبوع الماضي. في هذا الفيديو غنهضروا على توقيت اللائحة النهائية للمونديال، شنو قال الركراكي على زياش وعلى الجمهور المغربي اللي غيمشي لقطر، الموهبة المغربية إلياس حسني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وهداف دوري أبطال أوروبا للشباب والفريق اللي بغى يتعاقد معاه، وشنو قال تشافي على الموهبة المغربية الشابة شادي رياض، نايف أغراد والرجوع القوي. تفاصيل بزاف المصادر الموثوقة قالوا بأن اللائحة النهائية للأسود في المونديال غتكون نهار الخميس. وليد الركراكي في الخرجة ديالو الأخيرة مع قناة كانال بلوس قال بأن حكيم زياش هضرت معاه ما وعدتو حتى شي حاجة، لكن هو كيعرف بأنني كنحتاجو في المنتخب وكنحتاج افضل ما عنده. وملي هضر على المشجعين المغاربه قال حماس المشجعين مهم جدا، اختبرت هذا الشيء مع فريقي السابق الوداد، وانا مقتنع بان الجمهور المغربي غيكون حاضر في قطر وبقوه. نادي برشلونه الاسباني كيحاول يتعاقد مع الموهبه المغربيه الشابه الياس حسني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وهداف دوري ابطال اوروبا للشباب. اللاعب كيرتبط بعقد مع الفريق الفرنسي لغاية 2023، لكن باريس سان جيرمان بغى يقدم له عقد احترافي في الأيام المقبلة. تشافي هضر على الموهبة الشابة شادي رياض وقال شادي قوي جدا بدنيا ومع الكرة مزيان وكيربح الالتحامات، اللاعب يمكن ان يلعب دور في الحاضر والمستقبل، داكشي علاش استدعيته المباراة الغد. نايف اغراد رجع بقوة ودار ماتش واعر بزاف مع استوا بوخارست وقدم اداء خرافي كأنه ما تصابش بتاتا. هادشي اللي عندي في هذا الفيديو، كنتمنى انكم تدعمونا اكثر واكثر وتابوناو معنا وتشاركوا الفيديوهات ديالنا باش يوصل لكم الجديد دائما. تهلاو في راسكم، بسلام عليكم.